السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد، بس طبعا لأول مرة بتشوفيني متنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وطبعا ما تنسوش بقى تحطي اللايك الجميل بتاعكم. بدأت بقى كده الفيديو. انا كنت جاية من بره، كنت وديت بريد درس ورجعت. فقلت بقى ايه، زي ما انتوا شفتوا كده بقى عندي ثبت الغسيل كان منور في الريسبشن كده زي ما شفتوا. فوديت بري بقى الدرس ورجعت، قلت ايه في الفتره دي بقى وهي في الدرس بستغلها بصراحه بقى. عندي غسيل عايز يتنشر انشره. يعني ما بغيرش، انا بفضل بلبسي كده، بعمل حاجات كده بسيطه. هعمل مثلا سندوتش لحمزه ولا حاجه، هغير لعمر، اي حاجه. يعني هو ما فيش وقت، ما بلحقش بصراحه يعني. فبستغل بقى الوقت ده اللي هو الوقت يعني اللي هي في الدرس. هنزل بقى كمان عشان اجيبها تاني. فبستغل بقى هطبق غسيل، انشر غسيل، مش عارفه ايه كده يعني. فالنهارده لميت الغسيل انا كنت نشراه. وطبعا كنت غسله تانية فنشرتها. طبعا الغسله طبعا دي بتاعت عموري وحمزه وبري كده. اسمها ايه، غسله الاطفال يعني. فنشرتها كده وقلت ايه ان انا اخلص منها. يعني ما بصدق بصراحة، يعني الغسيل عندي بيتكوم بسرعة والله العظيم. فجأة كده بلاقي ثبت الغسيل ده متكوم، الغسيل طالع من فوق الثبت كمان. انا مش عارفة بيتكوم في ايه الصراحة. بس يعني انا من ساعة ما الغسالة باظت يعني، وانا بصراحة بخاف ان انا احمل عليها في الغسيل. يعني مع ان الغسالة اكتر حاجة بنغسل فيها او بنستعملها كتير في الشتاء، عشان طبعا كل واحد بيلبس له كذا قطعة فبنقلع كتير. فالغسيل بيبقى كتير، فبنستهلك الغسالة كتير. فانا بصراحة بقى من ساعة ما الغسالة باظت معايا وانا ما بقتش استخدمها كتير. يعني انا ممكن اغسل مرة واحدة في اليوم، مع ان عندي البلكونه تاخد غسلتين. بس انا لا، يعني عشان خايفه الصراحه، يعني بخاف عليها. فعشان كده هو ده الصراحه اللي بيرقم عندي الغسيل يعني. فالغسله المره دي كانت كبيره حبتين كده. فقلت ايه اخلص منها وانشرها. عايزه اقول بقى ليه حبيبتي إيه اللي بعتت لي وقالت لي انا بحب المنظر عندك من البلكونه اهو. يا ستي انا اهو مش حرماكي من حاجه اهو. يعني والله يعني بتبقى حاجه عادي، يعني الغسيل كل الناس تغسل وتنشر مفيش اي مشكله. بس ده انا بشارككم اليوم بتاعي والروتين بتاعي واللي انا بعمله في اليوم. وكمان اللي قالت لي انا بحب المنظر عندك قوي قوي من البلكونه، بحبه كده في الفيديو. يا شفتي مش حرماكي من حاجه يا ستي. ادي المنظر أهو. وبصي يا سلام، ظبطت لك زاويه، جبت لك زاويه تاني يعني كمان. المهم تنسوش بقى طبعا تحطوا لي بقى اللايك بقى. طبعا تنسوش بقى اهم حاجه تحطوا اللايك بتاعكم. انا كده خلاص كنت خلصت الغسيل بتاعي. وبعد كده ايه، دخلت بقى. انا هنا كنت جبت بقى بيري من الدرس، نزلت رحت جبت بيري من الدرس. وكنت عملت لهم الفطار وظبطتهم كل حاجه. وانا بقى قلت ايه صراحه ما كنتش عايزه افطر قوي اللي هو زيت من الفطار بتاع كل يوم التقليدي ده. فقلت لا بقى المره دي كده انا هعمل لي بقى مج نسكافيه كده حلو. بصوا مج بقى ما اقولكوش، يعني مج نسكافيه كده مليان على طمة عينه. انا بحب الصراحه النسكافيه. وكمان بصوا كنت عامله كده بقى رغيفين شامي كده. كنت حاطه فيهم جبنه وشيبسي. عايزه اقول لكم بقى بجد كان طعمهم حلو قوي. وعملتهم كده على الجريلا. بجد كان طعمهم رائع 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 بصراحه. وقلت ان انا ايه هفطرهم كده مع النسكافيه. يعني ده هيبقى الايه الفطار بتاعي. ما كانش ليا مزاج ان انا بصراحه افطر يعني الفول بقى والطعميه والبطاطس والحاجات دي كلها. لا انا ايه حبيت ان انا اكل السندوتشين دول كده مع النسكافيه. وعايزه اقول لكم ان هو كان اختيار موفق جدا جدا جدا، طعمهم تحفه. اي نعم الشيبسي طبعا طري شويه، بس طعم في الاخر جميل جدا، حلو قوي بجد والله. جربوها يعني الرغيفين الشامي دول كده. حطيت جبنه كده اللي هي بطعم الشيدر. وبعد كده حطيت الشيبسي وقفلتهم كده واديتهم كده تشويحه على الجريل. وكانوا بالمنظر الجميل ده والطعم التحفه ده. دخلت بقى عشان اعمل الغدا. النهارده هعمل بقى كده غدا سريع بقى بصراحه. هعمل كشري الحله الواحده. مش قادره اقول لكم بيبقى طعمه بيبقى حلو قد ايه، وبيبقى سهل جدا جدا. وما بياخدش معايا وقت. وبجد والله العظيم طعمه زي الجاهز بالظبط. طعمه زي بتاع بره، حلو قوي قوي. فعملته بصراحه النهارده. اول حاجه جبت العدس بتاعي كده وبنقعه كده لمده 10 دقايق في ميه سخنه كده. بصوا سخنه هي من الكاتل.
طبعا الميه اللي في الكاتل دي الباقي هنستخدمها طبعا مش هنرميها. عقبال بنقعه كده شويه، عقبال ما اعمل بقى ايه، احط بقى المكونات التانية على بعضها. انا جبت كده الحله بتاعتي، الحله دي بعمل فيها الكشري بناكله على يومين. مقاس الحله دي يعني احنا بناكل فيه يومين بصراحه. فانا بحب الكشري اعمله على يومين. الاكلات اللي احنا بنحب ناكلها ايه يومين، يعني عكس الطبيخ، ممكن اوقات اعمل طبيخ ناكله يوم واحد بس، ما نحبش ناكله تاني يوم. بس بصراحه الكشري من الحاجات اللي احنا بنحب ناكلها على يومين. جبت الحله بتاعتي ونزلت فيها كده بشويه زيت حلوين، وبعد كده هنزل بالشعريه بتاعتي. الكشري اللي انا عاملاه ده، او الكشري اللي انا بعمله، انا بعملوش بالبصل او اللي هي التقليه او الورد بتاع الكشري زي ما بيقولوا عليه. يعني انا ما بحبهاش بصراحه فما بعملوش. فلو انت حابه تعملي البصله بتاعه الكشري او التقليه بتاعه الكشري وعايزه تعملي في حله واحده، ابدأي بالبصل الاول، يعني انزلي حطي الزيت وحمري البصله بتاعتك وشيليها بعد كده، وكملي بقى ايه الكشري بتاعك في نفس الحله. برضو يبقى طعمه حلو قوي، الكشري بياخد من طعم البصل طبعا الناس اللي بيحبوا ايه البصل على الكشري. انا لا، زي ما قلت لكم انا بعمله من غير بصل، فبنزل بالشعريه ورز اكني بعمل رز بشعريه عادي خالص. بس بشوح بحمر كده، لا الشعريه بحمرها كده حلوه، تحميره حلوه زي ما انتم شفتوا. وبنزل بالرز بتاعه وبشوحه كده برضو تشويحه حلوه. وبعد كده بنزل بالعدس بتاعي كده. طبعا انا العدس الاول بنقعه، وبعد كده وانا بصفيه بغسله. طبعا هو العدس لسه بيبقى ماسك نفسه، بس بيبقى ايه يعني، خد مثلا نسبه سوا مثلا قولوا مثلا 20% او حاجه يعني. طبعا لسه الباقي بيكمل مع الكشري. وبعد كده شطفت العدس بتاعي كده وحطيته بقى كده ايه، عندي شعريه وعندي رز وعندي العدس بتاعي تمام. هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي كده من الكيس على طول. هحط بقى المكرونه بتاعتي، اي مكرونه انت بتحبي، اي حجم مكرونه بتحبيه. انا بحب احط المكرونه الصغيره دي، ولو مش عندي بحط الاكبر. كله هينفع يعني، مش حاجه تقول لا يعني. وحطيت عليهم كمان حبه كده كبار شويه، فيعني كله ايه هيمشي يعني، كله هينفع مش هيقول لا. وهبدا كده اقلب بقى. يبقى انا كده حطيت شعريه، رز، عدس، المكرونه الصغيره. بصوا بقى، طبعا انا مش هقول لكم الكميات، طبعا الكميات دي كل واحد زي ما يحب. في ناس تحب المكرونه اكتر، ناس بتحب الرز اكتر، ناس تحب الشعريه اكتر، فكل واحد زي ما بيحب يحط المقدار اللي هو عايزه. انا بالنسبه لي المقدار ده كويس جدا. حطيت بقى بعد كده مكعب مرق كده، وهنزل بالملح بتاعي كده، وهنزل برضو بشوية كمون. وهقلب بقى الحاجات دي كلها على بعض. عايزه اقول لكم والله لا بيعجن ولا بيعمل اي حاجه. شوحي كل حاجه كده كويس، اديها حقها في التشويح، والكشري بتاعك هيبقى زي الفل ومفلفل ومش هيعجن ولا اي حاجه. هبدا بقى اقلب كده الحاجات دي كلها كده مع بعضها. وبعد كده ايه، هاخد بقى شويه الميه السخنه اللي كانوا باقيين في الكاتل، وهكمل عليهم ميه كمان عادي ايه من الحنفيه يعني. هحط بقى الميه. بحط الميه يعني فوق كده الكميه اللي انا عاملاها دي كده بشويه كده بسيط. وبعد كده لو احتاج ميه تاني عادي مفيش اي مشكله بكمل. وحتى لو لقيت الميه بتاعته زياده، اكشفي الغطا بتاع الحله وسيبيه مكشوف علشان البخار بتاعك يطلع وما يعجنش الايه الرز بتاعك. اي حاجه بتعمليها لقيت الميه بتاعتها زادت، ارفعي الغطا بتاعها وسيبيها من غير غطا. طبعا كل البخار هيطلع، فمش هيتكثف عندك في الحله والحاجه تبدا تعجن معاكي. وبعد كده هنزل بقى بالمكرونه الاسباجيتي بتاعتي، بقطعها كده واحطها على الوش. طبعا مش هينفع اقلبها لانها هتتكسر لانها لسه ناشفه. انا لسه ما وطيتش عليه، يعني لسه ما اتشربش، او بغطي عليه. واول ما يتشرب الكشري بتاعي ببدا ان انا ايه ارفع الغطا كده. طبعا هو لسه طبعا بقى لسه فيه شويه ميه. ابدا بقى اقلب المكرونه بتاعتي عادي، الاسباجيتي هتتقلب كده ومش هتتكسر لان خلاص هي طبعا ايه طريت. هقلب بقى الكشري بتاعي، وفي اللحظه دي هنا انا بعرف هو محتاج ميه تاني ولا لا. يعني انا بعرف الميه بتاعته بتبقى قليله، او الميه اللي موجوده دي فيها انها كفايه تسويه وكده، بعرف يعني من هنا. فلقيته لا تمام، الميه بتاعته كانت تمام مفيش اي مشكله، بس كنت بفكك المكرونه الاسباجيتي من بعضها. نقلته بقى على العين التانية كده ووطيت عليه طبعا علشان خاطر هعمل الصلصه بتاعه الكشري. جبت بقى الحله بتاعتي كده الزقنطوطه دي كده، اصغر مقاس في الحلل. وبعد كده نزلت بمعلقه من السمنه بتاعتي، وهنزل معلقه من التوم. وهبدا ان انا ايه اخلي كده التوم بتاعي كده يصفر. هقلب التوم بتاعي واشوحه. واول ما يتشوح بصراحه ما ينفعش صلصه الكشري من غير يا جماعه طشه الخل، ما تنفعش ما تنفعش ما تنفعش. بصراحه ده اللي بتديها الطعم صلصه الكشري، يعني اديها بقى حبه الخل بتوعك في الاول مش في الاخر. يعني في الاول بتفرق في الطعم جدا جدا، في الاخر لا ما بتفرقش. المهم بصوا زي ما شفتوا بقى كده، اسمعي بقى الصوت الطشه الجميل ده كده بقى، وانزلي بالخل بتاعك. وبعد كده ايه يعني يا دوبك
غلوة كده بسيطة يعني اللي هو الخل ياخد ويدي مع التومة. بعد كده بنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا ضربها في الخلاط، وخلاص كده ايه الصلصة بتبقى عندي جاهزة تمام. هعمل بقى دلوقتي معاكم الدقة بتاعت محلات الكشري، والله العظيم بجد دقة تحفة جدا. المهم جبت بقى الطاسة بتاعتي، الكزرونة، الحلة، اي حاجة تعملي فيها. هنزل كده بمعلقة زيت صغننة، وهنزل بمعلقة توم كده بسيطة خالص، اشوحها يا دوبك كده تشويحتين كده. وبعد كده هبدا بقى ان انا اطش التومه بتاعتي دي بالخل كده، حبه خل بقى حلوين، احنا هنا بنعمل الدقه. وهنزل عليهم حوالي بكوبايه ميه او كوبايه ونص، او حسب الكميه اللي انت عايزاها في الدقه بتاعتك. هبدا بقى احيق الدقه بتاعتي، هحط بقى ايه الملح والكمون وكزبره بقى لو عندك، بس انا بصراحه ما كانش عندي كزبره خالص فما استخدمتهاش بقى النهارده. ونزلت كده بعصره كده ايه ليمونه حلوه. وبصوا بقى يا جماعه التكايه بقى، حطوا بقى عليها كده معلقتين من صلصه الكشري اللي انت عاملاها. عايزه اقول لكم بقى بتاخد بقى الدقه دي في حته تانية خالص. بصوا والله العظيم محمد دقه قال لي ايه ده بجد عامله زي محلات الكشري بالظبط. فحطيت بقى كده الصلصه بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى بصوا ده كده شكل الكشري بتاعي. بصوا بقى شايفين الكشري مفلفل ازاي. انا عايزه اقول لكم ان ده بعد ما انا غرفت الكشري لينا، لان انا ما جبتوش معاكم، لان انا كنا صراحه في اكياس، يعني كل واحد بقيت اعمل له الكيس بتاعه كده، وبقينا ناكل الكشري بتاعنا. احنا نحب ناكله ايه في اكياس. المهم دلوقتي بقى ايه بعد بقى ما خلصنا كده بقى، بصوا بقى ده منظر الحمام بتاعي. طبعا انا منضفاه وكل حاجه ومصبناه وملمعاه وكل حاجه يعني، بس طبعا في حاجه مش عاجباني فيه خالص خالص. مش عارفه خدتوا بقى بالكم منها ولا لا. بصوا بقى شايفين، هقول لكم ايه هي. شايفين بقى الفواصل بتاعه السيراميك، شايفين سودا ازاي. طبعا والله بحط فلاش وبحط حاجات مش عارفه ايه، بس خلاص يعني هي مش عايزه ترجع تاني انها تبيض يعني. فالمهم انا بقى خلاص خدت القرار وقررت ان انا هعملها مش عارفه بقى ده جبس ولا اسمنت بصراحه. يعني انا كنت فاكره قبل ما اسجل على الفيديو اسال محمد ده جبس ولا اسمنت، فانا متهيألي جبس ابيض، متهيألي جبس ابيض او اسمنت ابيض، مش اي حاجه بقى، انا مش فاكره هو ايه. المهم جبته بقى كده ورشيته كده بقى في الارض. يعني ايه يعني اللي يجيبه يسأل الراجل يقول له ايه اللي هو بتاع فواصل السيراميك يعني. جبته بقى كده وبدأت ان انا بقى ايه اعمل فيها بقى اللوسته كده ايه بليه، وابدأ ان انا ارش الجبس ده او الاسمنت ده في الارض. وعلشان خاطر يعني ان انا ايه هرجع الفواصل بتاعه السيراميك تاني. بصوا والله انا كنت فاكراها حاجه سهله جدا، وكنت فاكره الموضوع سهل، وكنت مبسوطه وانا بعمله، وقلت بقى ايه ده انا هعمله كل مثلا 6 شهور مره كده، اللي انا ارجع الحمام جديد، لان يعني بصراحه هو هيظبط الدنيا. ايه يا موري ايه يا موري ايه يا قلبي. المهم فرشيت بقى كده الاسمنت يا جماعه. ايوه رشيت بقى الاسمنت، ايوه افتكرت اسمه اسمنت. رشيته بقى كده. وبعد كده هبدا ان انا ايه اسقسقه بالميه. عارفين انا ارش كده عليه حبه ميه صغيرين. انا طبعا جبت الطريقه من على النت. فعملت بقى زي ما هو قال بصراحه يعني، ويا ريتني ما عملت زي ما هو قال والله العظيم. انا يا ريتني انا اتدبست. بس شايفين الحمام عامل ازاي. بس والله دعك ومش عارفه ايه وكده. بس لا خلاص يعني انا قلت انا بقى هعمله بقى بالاسمنت ده عشان خاطر ايه يرجع معايا جديد بصراحه. وهو النتيجه في الاخر حلوه بس متعبه جدا 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 جدا. بجد والله العظيم النتيجه جميله بس متعبه قوي قوي. انا كنت فاكره الموضوع سهل، بس لا طلع الموضوع صعب. ليه بقى؟ لاني انا الفيديو اللي انا اتفرجت عليه الراجل قال هنعمل الخطوات اللي انا هعملها قدامكم دي، وهنسيبه 6 ساعات 6 ساعات تمام. المهم انا بقى لما سبته 6 ساعات طبعا الاسمنت ده مسك في الارض. فجيت ان انا عشان اطلعه ده كان صعب جدا جدا. لما كلمت اخويا وبقول له وانا بعمل بقى وكده، فكنت على تواصل معاه كل شويه ابعت له. فقال لي انت سبتيه قد ايه؟ قلت له انا سبته لحد تاني يوم. والله تاني يوم. فراح قال لي لا ده هو نص ساعه او يعني ساعه بالكتير قوي يبدا يمسك كده، وابداي ان انت اعمليه بالسلكه فهيعمل معاكي على طول، هيطلع بكل سهوله. فطبعا انا بقى عشان سبته لتاني يوم، الراجل في الفيديو كان الله يبارك له قايل 6 ساعات برضو كانوا كتير جدا. فهو لا يا جماعه لو هتعملوا دي الطريقه الصح سيبوه حوالي نص ساعه ساعه بالكتير قوي. وبعد كده شيلوه هيتشال معاكم بكل سهوله بجد، والحمام بيرجع كانه جديد يعني. المهم بصوا هنا بقى انا كنت عامله فيها بقى اللوستابيليا بقى، وكنت بصوا عماله بقى ارش كده الميه بقى وسقسق كده الميه. وبعد كده جبت بقى المساحه بتاعتي وقعدت بقى ايه اروح كده يمين وشمال احاول اوزع الاسمنت ده كده. الاول اخلط الاسمنت بالميه، وبعد كده احاول املى الفراغات طبعا اللي بين السيراميك، او يعني اجيبه برضو كده يمين وشمال وبصوا كل حته
علشان خاطر ايه كله يبقى نفس اللون وكله يبقى واخد نفس الاسمنت يعني. بدات كده بقى ان انا اعمل بالمساحه، وبعد كده بقى قعدت اجيب بقى في كل الاركان. عايزه اقول لكم ان اللي هو الحوض بتاع الحمام، اليد بتاعته دي اللي هي ثابته على الارض دي، كان الاسمنت برضو بتاعها كانت معموله كده باسمنت برضو، كان طلع معايا قبل كده وانا بعمل الحمام كذا مره، فكان كل مره تطلع حته، فهو تقريبا كل الاسمنت اللي كان تحتيه طلع يعني. فعشان كده برضو ايه قلت لا برضو عايزه اعمله عشان خاطر ارجع ان انا اعمل تحت الحوض تاني بالاسمنت. فعشان كده بقى ايه قلت لا خلاص ناخد بقى الخطوه دي بالمره. بصوا جبت بقى المساحه الصغيره دي. بصوا هي دي كانت بتاعه ازاز او بتاعه سيراميك من او الحيطان من فوق، بس انا صراحه ما كنتش بستخدمها من ساعه ما جبتها خالص، فكنت راكناها. فمن ساعه بقى ما جيت الشقه هنا وانا بستخدمها للحمام، لان بصوا شايفين الجنب اللي هو الصغير ده، فطبعا ده ما بتخشش فيه المساحه الكبيره. فبصراحه نفعيني بقى هنا للحمام، يعني عامله الكبيره دي الارضيه اللي قدامي، والصغيره عاملاها للحتت الصغيره اللي انا ما بعرفش اوصل لها بالمساحه الكبيره. فاستخدمتها كده وبقيت ان انا اعمل اهو بيها. وبدات بقى ان انا اوزع الاسمنت بتاعي كله في كل الحمام وعند البلاعه وكله ورا ورا القعده وتحت الحوض وكله كله. حتى كمان عملت الحروف بتاعت البانيو. بصوا شايفين بقى سهلت عليا جدا اللي هي الصغيره دي. بصوا بقت تخش في اماكن طبعا المساحه الكبيره مش هعرف اوصل لها بيها. وبعد كده بقى ايه سِبته إن هو ايه الأسمنت ده سِبته إن هو ايه ينشف. بصوا شايفين بصراحة ساعدتني جدًا البتاعة اللي هي الصغيرة ديّة. بس أنتِ لو الحمام عندِك كبير ما فيش أي مشكلة، اعملي بالمساحة الكبيرة يعني، هتبقى ايه برضه ايه أسهل. وجبت بقى كده في كل الجناب، وحاولت إن أنا ايه أوزّع الأسمنت كويس أوي على السيراميك. بصوا بقى اهو ده كده شكله بقى تاني يوم اهو. بصوا بقى بعد ما الارض نشفت، طبعا كانوا قايلين نسيبه 6 ساعات، فانا بقى احنا سيبناه بقى من بالليل للصبح. بصوا هناك اخر الحمام كله كله تحفه بجد، جميل قوي اكنه بجد لسه عامله السيراميك. فحلوه قوي فكره سقي السيراميك دي بجد، يعني انا اول مره اعملها، اول مره اعملها خالص، سواء في الشقه اللي هناك ما عملتهاش، هنا اول مره اعملها. بصوا كمان عايزه اقول لكم ان انا عملت الحز بتاع البانيو كمان، كان برضو اللون بتاعه غير. وعملت كمان الحز بتاع الحوض اهو. بصوا اي نعم هي الدنيا اتبهدلت وبهدلت الدنيا وبره. وبصوا حتى كمان بصوا الطرقه شلت الحاجه كده اللي فيها، طبعا شبشب الحمام اتبهدل كله، وهناك الخرطوم اتبهدل، والباب بصوا من تحت اتبهدل، مع اني عامله الحمام بس مش مشكله. بيقولوا بقى المفروض دلوقتي اجيب حته قماشه او سلكه واعمل اللي في الارض ده. فهجرب بقى واشوف بقى يعني النتيجه هتبقى عامله ازاي، وتشوف بقى في الاخر شكله هيبقى عامل ازاي بقى. لا بجد يعني بجد ايه ده متعب قوي. عايزه اقول لكم اخويا بقى قال لي هاتي سلكه واعملي بقى بيها كده الارض عشان الحاجات دي تطلع، وبعد كده بس تكنسيه بالمقشه والجرف. بص عايزه اقول لكم مش قادره، لا بجد متعب قوي، لا صعب. وكمان لما بكنسه مش عارفه ده جبس ولا اسمنت ده ولا اسمه ايه، بيطلع كده بيعمل ريحه كده بجد، يعني مناخيري وجعتني قوي يعني. حاسه ان الجيوب الانفيه بتاعتي نار، مش قادره، لا مش عارفه ايه ده، مش قادره اكمل بصراحه. بصوا لسه الارض كلها عايزه تعمل، فمش عارفه بقى، مش عارفه بجد اعمل ايه، بجد صعبه صعبه قوي والله. يعني بجد الله يكون في عون بجد اللي بيشتغل المهنه دي. ف يعني قلت ايه هقعد بقى شويه واكمل شويه، اقعد شويه اكمل شويه، لاني نار في مناخيري، فاقعد شويه كده واحاول بقى ايه اخلص كده. انا عارفه ان انا مش هطلعه بقى زي ما كنت متخيله، لان الموضوع طلع صعب، بس مش مشكله، اي حاجه بقى يطلع زي ايه ما يطلع بقى. وكمان لسه بصوا هناك اهو فاضل ورا القعده ما جيتش جنبه، ما عملتش غير الحته كده اللي هي اللي قدام دي كده، هعمل برضو الحته دي واللي ورا الباب والحته دي، اعمل الحته اللي قدامي دي بس شويه بقى لان فعلا مش قادره. بصوا بقى يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه. اخويا قالها لي بقى يعني ايه دي عملت معايا الموضوع شويه. قال لي لا ما ينفعش، لازم تكوني لابسه كمامه او يعني او حاطه اي حاجه على مناخيرك يعني. فانا اتلسمت بقى كده، جبت الطرحه بقى بتاعتي كده واتلسمت. بصراحه يعني ما حسيتش بحاجه، يعني عملت بقى هي بس رخمه في الدعك بتاعها يعني رخمه، بس بقى وانا بكنس بقى في الجاروف، هي دي بقى المرحله اللي صعبه، ان بقى الدخان ده او اي حاجه كده بتطلع مش عارفه بتعمل ريحه صعبه قوي. بس بصراحه بقى حطيت الطرحه واتلسمت بقى كده، عملت فيها الملسمه، فالحمد لله ما حسيتش باي ريحه يعني، والموضوع سهل بقى.
شُفتوا بقى ده كده بقى إيه اللي حصل لي لمّا سِبته بقى من بالليل لحد الصبح. طبعًا كان الموضوع صعب جدًا، جدًا، الريحة وكل حاجة والتكحيت ذات نَفْسه. بُصّوا بقى دي آخر حاجة بقى اتوصّلت لها. أخويا قال لي: "هاتي كده سكينة معجون." طبعًا أنا ما كانش عندي سكينة معجون. فالمهم جِبت بقى اللي هي السكينة. بُصّوا عارفين السكينة المشرشرة دي بتاعة المخلل. بصراحة أنا ما باستخدمهاش، يعني المخلل عندي حاجة تاني باعمل بيها. والصنفرة هي اللي نفعتني يا جماعة والله. الصنفرة في ثواني طلعت لي بقى كل الأسمنت الزيادة اللي في الأرض. والسكينة خلتني أجيب بصوا من كل الجناب. شايفين بقى منظر الحمام بقى عامل ازاي؟ بجد بقى تحفة، رجعت الحمام كأنه جديد. اهو بصوا شايفين دي أقصى حاجة أنا وصلت لها. وبس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. مع السلامة.